النهارده كانت أولى جلسات المناقشة في مجلس النواب بالنسبة لمشروع قانون الإيجار القديم اللي هو الصادر من الحكومة، وطبعا هيبقى في انعقاد دائم لحد يوم 19/5، وما بين مؤيد ومعارض من النواب. لكن اتفق معظم النواب على أن لم يتم التصديق على الصيغة الحالية أو الصادرة من الحكومة، وهيبقى فيه تعديلات كتير جوهرية. هيبقى فيه تعديلات في مدة الإخلاء، وكذلك البدائل السكنية، وكذلك تعويضات المستحقين. يعني بالتالي طبعا الفيديوهات اللي منتشرة وبتقول ان في تعديل قانون الإيجار القديم، هو مفيش تعديل رسمي. هو الحكومة أصدرت قانون أو مشروع وبتعرضه على مجلس النواب علشان توافق عليه أو تعدل فيه أو ترفضه. ما تنساش تعمل فولو للصفحة، لايك للفيديو، شير علشان غيرك يعرف. ولو ليك أي سؤال ممكن تسيبهولي على رسائل الصفحة. السلام عليكم.